حالة العشق اللي موجودة بين جماهير الكورة واللعبة الأكثر شعبية في العالم ما جاتش بين يوم وليلة. دي علاقة اتبنت على مدار أجيال وقرون كتير، وفضلت تكبر لحد ما بقى فيه مليارات من البشر بتتنفس كرة القدم. هل جمهور الكورة العريض ده سأل نفسه مرة كانت الحياة هتكون عاملة ازاي لو مفيش كورة خالص؟ بالمناسبة في فترة من الفترات الناس وقفت لعب الكورة لأكتر من 100 سنة، لدرجة انها كانت هتتنسي تماما وما كناش هنعرف عنها اي حاجة خالص غير في القصص والحكايات الأسطورية. السجلات الملكية في بريطانيا قالت انه في سنة 1314 عمدة لندن قرر يحظر لعبة كرة القدم، واعتبر ان اي شخص هيخالف القرار يبقى خارج عن القانون ومطلوب للعدالة، والحبس هيكون في انتظاره. مش بس كده، ده صدر كمان مرسوم ملكي من الملك إدوارد الثاني بنفسه بيحظر فيه لعبة كرة القدم في شوارع لندن بسبب الدوشة الكبيرة اللي بقت معرضة ليها المدينة بسبب اللعبة وتجمع الناس عليها بشكل هستيري. ويا ريت الموضوع وقف لحد هنا. وبعد كذا سنة، وبالتحديد سنة 1337، بدأت حرب 100 سنة بين انجلترا وفرنسا، ومعاها تفشي الداء الأسود في البلد كلها، وخسر الجيش الإنجليزي أعداد كبيرة من رماة الأسهم. والبرلمان الإنجليزي قال وقتها إن كرة القدم شكل من أشكال اللهو اللي تسببت في إن الناس تبطل تتدرب على القوس والأسهم. وأصدر وقتها الملك إدوارد الثالث مرسوم ملكي جديد قال فيه إنه إجباري على كل شخص سليم الجسد إنه يتدرب عشان يكون من رماة الجيش، وإنه يبعد عن ممارسة كرة القدم اللي بتأخره عن واجبه الوطني. وبقت ممارسة كرة القدم جريمة في انجلترا كلها، والملوك اللي جم بعد إدوارد الثالث وافقوا هم كمان على استمرار القرار ده. السبب اللي خلى الملك إدوارد الثالث إنه ياخد القرار بالشكل ده إنه كان شايف إن كرة القدم بقت حرب مستمرة بين القرى وبعضها، وتسببت في إصابات غير مسبوقة، خصوصاً إن شكل كرة القدم وقتها كان مختلف عن شكلها دلوقتي. حجم الملعب بيوصل لمئات الأمتار، وكان كل فريق بيتكون من أكتر من 100 شخص، وكل واحد فيهم عايز يوصل الكورة جوه المرمى. وفعلاً المباريات كانت شبه الحرب زي ما قال الملك إدوارد. قرار الحظر اللي أخده ملك إنجلترا امتد بعد كده، وأخد ملك اسكتلندا نفس القرار. وفي حرب 100 سنة الملك الفرنسي تشارل الخامس أصدر هو كمان مرسوم ملكي بمنع ممارسة كرة القدم، وفضلت قرارات الحظر مستمرة لمئات السنين.